مما أدى إلى نقله مصابا إصابات بالغة إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء. كما تعرض زملائه الذين كانوا بجانبه للضرب من قبل تلك المجموعة المسلحة التي لاذت بالفرار. وقد طالب العميثلي وزملائه أجهزة الأمن بالقبض على من اعتدي عليهم وتقديمهم إلى العدالة. أنا مهندس الطاقة الذرية أنا وزملائي، وإحنا ماشيين بنشوف منظر غريب. سيارة مرسيدس سوداء معكسة بدون لوحات، تحيط بها موكب، يعني يحيط بها حوالي أكثر من 7 سيارات شاص كمان بدون أرقام، تحمل مجموعة كبيرة جدا من القبائل المسلحين بالأوالي والمختلف الأسلحة الخفيفة. فأثار الموضوع فضولنا أنه لو نصور هذا المشهد، خاصة هذا الأيام أنه المشاهد هذا مطلوبة في وسائل الإعلام وخاصة في مواقع الإنترنت. فبينما نحن بنصور الموكب، إذا بالموكب لاحظوا علينا بنصور، فقطعوا علينا الطريق ونزلوا. صاحب السيارة السوداء المرسيدس أشار إليهم أنهم ينزلوا، فنزلوا أحاطوا بنا من جميع الاتجاهات وبدأوا في السب والشتم والضرب. ضربوني بالأوالي، بعقاب الأوالي، صابوني إصابات متعددة كدمات وجروح، وأخذوا علي التليفون اللي كنت بين أصور به، وأخذوا سلاحي الأبيض، وإضافة إلى سيل كبير من السب والشتم وقلة الأدب وقلة الحياة. يعني من يقولوا لك يا تافه ليش بتصور، مش انت عارف بتصور، يعني بظن نفسها كانت في أي بلد، من هذا الألفاظ الهمجية. سيارة الشاص في حدود 7 سيارات شاص موديلات حديثة، لا تحمل لوحات ولا أرقام. مش عارف إن احنا في أمانة في وسط عاصمة ولا في مكان لا دولة فيه ولا نظام ولا قانون. ولا مهما كان هذا المسؤول المفروض إنه يحترم نفسه، يمشي بأدب، يحمل لوحة مرورية زي أي مواطن آخر. أي مواطن في أي مكان في الشارع يحق له يصور أي مشهد، سواء خاصة المشاهد الغريبة هذه ما تدخلش الدماغ. واحد عامل نفسه متحضر ووراه موكب مكون مجموعة قبائل عامل نفسه من البلد بلدهم، واحد يصور ايش فيها اللي صورت. أول ما وقفوا علينا السيارة وقفت، نزلوا فتحوا الأبواب، نزلنا من فوق السيارة، ضربونا، أخذوا زي ما قلت لك متعلقاتنا خاصة التليفون والسلاح الأبيض. وتعرضنا زي ما ذكرت لمجموعة كبيرة من الكدمات والجروح، خاصة ضربوني ضرب جامد هنا بالآلي، بحيث أن حتى الجرح لا زال ينزف إلى حتى الآن. التعريف الحقيقي الهمج الذي مش عارف بيظنوا نفوسهم أيش بشر ولا فوق البشر ولا ما هم. أي إنسان عنده ذرة دم، الطريق هذا حق عام لكل الناس. كنا ماشيين في شارع 60، بينما شفنا يعني منظر عجيب وغريب فعلا. يعني مجموعة من السيارات اللي يسموها طقوم بدون أرقام بدون لوحات، فوق كل طق مجموعة من الأشخاص ما بين 12 إلى 13 شخص مدججين بالأسلحة، أوالي وجثري وقناصة. فاستغربنا المنظر هذا العجيب. يعني أولا حجزوا الطريق في شارع 60، حجزوا بحيث أن ما حدش يمشي لا من جنبهم ولا قبلهم ولا بعدهم. فاستغربنا هذا المنظر. وقدامهم كان سيارة مرسيدس صالون برضو معكس بالكامل بدون أرقام. فالأخ غانم دفع أهل الفضول أنه يمسك التليفون يصور هذا المنظر، زي ما العالم كله بيشوف المناظر العجيبة الغريبة. بمنتهى البساطة يمسك الإنسان تليفونه أو أي كاميرا ديجيتال ويصور منظر غريب يعني. فإذا بهم ينتبهوا لنا نحن بنصور. احنا مشينا بالسيارة كأنهم يعني انتبهوا لنا فوسعوا الطريق هذا، مشينا بالسيارة إلا وهم يقطعوا علينا الطريق بنظام قطاع الطريق بالضبط. يقطع علينا السيارة، بالذات السيارة المرسيدس السوداء هي اللي قطعت علي الطريق وأنا أسوق. وأنا ببساطة شديدة لا قاومت ولا حاجة، استغربت المنظر.
وقفت بالسيارة، فإذا بهم ينتشروا علينا من بالأصحاب اللي فوق الطقومات وينزلوا، والطقم الثاني اللي وقف قدامي بالأوالي فوقي هكذا، نزل واحد مسكني وبالآلي أيضا على راسي، وفتحوا أبواب السيارة بالكامل وانتشار كامل، حاجة عجيبة يعني. مسكوا زميلي غانم العميثلي بالضرب والإهانة والسب والشتم، وزميلي الآخر عبد الإله نفس الحكاية، ضرب وشتم، شتم عجيب يعني ما يصدرش من الناس يعني بيدعوا على أنفسهم أنهم أصحاب مشروع أو أي كان هذا المشروع. هذا اللي حصل بالضبط. ما إن أخذوا الجنبية حق الأخ غانم والتليفون حتى يعني تركونا ومشيوا. طبعا زميلي كان غانم مرمي في الشارع بينزف الدم، الناس التموا حولنا من كل المنطقة بيقولنا هذا موكب حميد الأحمر. استغربنا، معقول هذا حميد الأحمر؟ هذا شيء عجيب يعني. هذا اللي حصل بالضبط معنا. في جينا قسم الشرطه نقدم بلاغ، منظر عجيب يثير انتباه اي انسان. ما احنا علي عبد الله صالح لو مشي بالموكب حقه الكل بيصوره، هل بيمنع حد انه يصوره؟ اي انسان ماشي في الشارع شاف منظر عجيب بيصوره، ما حدش بيمنع، ما حدش يقول لا تصورش. فاحنا هذا اللي شد انتباهنا، منظر غريب مثير، حتى مثير للاستنكار، مش مثير حتى للتصوير، للاستنكار والاشمئزاز. يعني نحن في بلد بنقول احنا بنعمل النظام، بنعمل حضاره، اصحاب مشروع، فين هذا المشروع واحنا شايفين هذا المنظر؟ فاثار انتباهنا، قمنا نصوره، فاذا بهم يقطعوا علينا الطريق ويحصل الاعتداء اللي حصل. والله احنا كنا ماشيين انا وزملائي غانم العميثلي وعدنان الحرازي في شارع 60، واحنا ماشيين باتجاه لأن كان جولة السنباني كانت مغلقة، فجينا من اتجاه الشارع 60 الغربي. واحنا في اثناء مرورنا من هناك شاهدنا سيارة، اول مرة نشاهد موكب بهذا الغرابة، سيارات شاص موديل حديث وسيارة سوداء كذلك وجميعهم بدون أرقام. فصاحبنا أنا شفت صاحبي شذه المنظر، فقام نصوره. بعادتنا احنا يعجبنا أي منظر عجيب أو منظر رائع دائما نصور لنا، كان معه تلفون آيفون. فتفاجأنا انه السيارات، سمعت بصوت السيارة، انا كنت واقف جالس بجانب السائق، سمعت زميلنا السائق وقف السيارة الا في ناس قبائل ما نقدر ايش معهم مدججين بالسلاح. إذا مشاهدينا الكرام، كنا نتابع في هذه اللحظات تصريح